تخيل كده انك تضرب طلقة من المسدس عشان تموت بيها حد، لكن الطلقة دي تفضل مستنياك لحد ما تيجي انت قدامها عشان انت اللي تستقبلها. في مشهد كسر كل عوالم الطبيعة وكل الابعاد المتعارف عليها في الكون، وما يتفضلش غير ان عدالة السماء هي دايما الاقوى، وتبقى انت في القضية دي القاتل والمقتول في نفس الوقت. قصة من أغرب القصص الجنائية اللي لو ما كانتش جاية من السجلات الجنائية الحقيقية كنت مستحيل أصدقها، لأنها لو اتعملت فيلم ما كانش هينفع يتحط فيه كمية الصدف الغريبة اللي حصلت في القصة دي كلها، وإلا كان هيبقى فيلم فاشل ومبتذل. بس زي ما قلتلكوا في الأول إن القصة دي أكبر دليل على إن عدالة السماء هي دايما المسيطرة، وإن أحداث القصة دي والقضية دي بالذات تنفع لإثارة أكتر العقول إيمانا بإن في حاجات أقوى بكتير من قصص الخيال العلمي اللي بتيجي في السينما والتلفزيون اللي بننبهر بيها جدا. ودي قصة جريمة قتل أول مرة تحصل في التاريخ كله، ويمكن ما تتكررش مرة تانية من كتر غرابتها. والجريمة دي حصلت في 23 مارس سنة 94 لما قال الطب الشرعي إن في شخص اسمه رونالدو أوبس اتوفى بطلق ناري في الراس. بس لما بدأوا يبحثوا لقوا إن في حاجة غريبة جدا، لأن الرصاصة اللي طلعت من مسدس شخص مسن في الدور التاسع، وطلعت في اتجاه الشباك، يعني ما كانش فيه أي حد قدامها، يبقى إزاي الطلقة دي صابته؟ بس لما بدأوا يكثفوا البحث ويجمعوا المعلومات لقوا أول مفاجأة أو صدفة، وهي إن رونالدو أوبس ده قرر الانتحار في نفس اليوم من نفس المبنى، بس من الدور الأخير اللي هو الدور رقم 10 في العمارة دي، في نفس الوقت اللي طلعت فيه الطلقة الخاصة بالراجل المسن. طب إيه اللي دخل جريمة انتحار من الدور العاشر لجريمة قتل في الدور التاسع من غير ما القاتل والمقتول حتى يتقابلوا أو يشوفوا بعض؟ شفتوا الموضوع معقد وغامض إزاي؟ ده برضو كان إحساس الشرطة والطب الشرعي وكل اللي كان شغال على القضية دي، ومحدش كان قادر يفهم أو يتوقع حتى إيه اللي حصل. وفضلوا بيحاولوا يلاقوا حل اللغز الخاص بالقضية دي لحد ما الطب الشرعي طلع التقرير النهائي للجثة، لما لقى حاجة بسيطة جدا بس كانت كفيلة إنها تغير موازين القضية كلها، وهي إن الرصاصة اللي جاتله بموضع مائل، يعني جاتله وهو مش واقف وجها لوجه مع القاتل، لأن دي جات وهو بينط وبينتحر من فوق سطح العمارة ونازل عشان يموت. وطبعا اللي أكد كلامه إن القتيل كان سايب رسالة بيعبر فيها عن يأسه من حياته ومن أبوه وأمه ومن كل اللي حواليه، وقرر الانتحار بمحض إرادته ومن غير أي تدخل من أي حد بره. بس حظه السيء إن أثناء ما هو بيقع وسقوطه من فوق، الصدفة تيجي إن الزوج والزوجة المسنين اللي ساكنين في الدور التاسع كانوا بيتخانقوا خناقة كبيرة جدا، وفي نفس اللحظة اللي هو رمى فيها نفسه الزوج قرر إنه يدوس على زينات بالمسدس بالظبط فيها القتيل قدام الشباك الخاص بالزوج المسن، عشان ياخد الطلقة اللي بتيجي في منتصف دماغه وبيموت في الحالة على طول. وطبعا دي كانت صدفة من أغرب الصدف اللي ممكن تحصل في الحياة كلها، وده أكيد اللي ممكن أي حد يقوله جواه أول ما يسمع الحكاية. بس الحكاية كان فيها صدف أغرب من كده بكتير، زي إن الصدفة التالتة واللي ما كانش يعرفها إن رونالدو المنتحر أو حتى الزوج المسن اللي ضرب عليه نار هي وجود شبكة أمان في الدور الثامن، وهو الدور اللي قبل الطلقة على طول، والشبكة دي ركبوها عمال الصيانة
عشان كانوا بيشتغلوا في نفس العمارة وكانوا بيأمنوا روحهم. يعني ببساطة جدا رونالد لو كان وقع كان هينزل على الشبكة دي ومش هيموت أصلا. وطبعا كان من الممكن جدا بنسبة تعدي 95% فشل خطة رونالد في الانتحار، لأنه كان هينزل على الشبكة دي ومش هينتحر ولا هيجراله حاجة أصلا. وبعد الفحوصات اتأكدوا إن سبب الوفاة هي الطلقة اللي صابته من الدور التاسع. وبالكشف عن الشقة دي اتبين إن أصحاب الشقة دول 2 متجوزين بس كبار في السن جدا وعايشين فيها من زمان قوي، اللي اشتهروا بين الجيران بكتر خناقاتهم، واللي كانوا كل ما يتخانقوا كان الزوج بيهدد زوجته انه هيضربها بالنار لو ما سكتتش وسابته في حاله. بس الزوج المسن اليوم ده كان جاله حالة هيجان من كتر الخناق مع مراته، وراح جايب المسدس وضغط من غير ما يقصد ولا حتى هو واعي على الزناد، فطلعت رصاصة من المسدس بالخطأ، بس ما جاتش في الزوجة دي، جات في الشباك اللي هو نفسه في الدور التاسع. بس للأسف جت لحظة مرور جسد رونالد اللي كان بينتحر قدام الشباك بالظبط، وصابته في راسه مباشرة ومات في نفس اللحظة. متهيألي مفيش حظ أسوأ من حظ رونالد. طبعا بعد مراجعة كل حاجة اتقال ان الراجل العجوز ده هو القاتل، لانه ببساطة جدا شبكة الامان اللي كانت موجودة ممكن جدا انها تنقذ حياة رونالد من محاولة الانتحار. وهنا الشرطة وجهت للراجل العجوز ده تهمة القتل بس بغير العمد، بس هو اصر هو وزوجته على انهم دايما بيتخانقوا، وقال كمان ان ده الطبيعي بتاعنا، وان هو دايما بيهددها بالقتل، عشان كده كان دايما بيبقى سايب المسدس فاضي وما بيحطش فيه اي طلق خالص، عشان هو ما بيعرفش يمسك اعصابه. الطلقة دي بقى هو ما يعرفش جت منين، ونفس الكلام اكدته الزوجة كمان. وفضلت التحقيقات شغالة وسألوا كل اللي حواليهم لحد ما كان في واحد من الشهود، ده كان واحد من قرايب الزوجين دول وكان قاعد عندهم كام يوم، قال انه شاف ابن الراجل العجوز من كام اسبوع وهو بيحط في المسدس طلق ناري، بس ما حطش في دماغه وقتها هو بيعمل ايه اصلا. ووقتها الشرطة اكتشفت ان زوجة المجني عليه سبق وقامت بقطع المساعدة المالية عن ابنهم ده، لانه كان فاشل وما كانش الابن الصالح اللي هم كانوا بيتمنوه في حياتهم، وبدأوا ان هم يبعدوا عنه تماما. ومع استمرار التحقيقات اكتشفوا ان ابنهم هو اللي عمل المؤامرة دي عليهم، وهي انه حط في المسدس رصاص حي، عشان عارف كويس جدا خناقات ابوه وامه اللي هي من عادتهم انه يجيبوا المسدس ويروح مهددها بيه ويروح ضارب طلقة في الهواء، نوع من انواع تفريغ الطاقة للزوج المسن. وطبعا قال جواه انه لو نفذ تهديده مرة واحدة هيتخلص من ابوه وامه بضربة واحدة او رصاصة واحدة. وطبعا دي كانت فكرة جهنمية الشيطان نفسه ما فكرش فيها. بما ان نية الابن كانت القتل، فهيبقى هو كمان متورط في نفس الجريمة، حتى لو ما كانش هو اللي ضغط على الزناد او هو اللي استخدم اداة القتل دي اصلا. وهنا اتحولت تهمة القتل من الاب العجوز الى الابن لقتله رونالد اوبس. بس استمرار البحث ظهرت أكبر مفاجأة في القضية كلها، أو صدفة أكبر من كل اللي فاتوا، وهي إن القاتل اللي هو الابن المتهم في جريمة القتل هو نفسه القتيل رونالدو أوبس، وهو اللي حط الرصاص في المسدس عشان والده يقتل والدته وهو يورث كل حاجة. بس لما أبوه اتأخر في الخناق مع مامته وتنفيذ مخططه، وبسبب تدهور أوضاعه المالية، قرر رونالد الانتحار من فوق العمارة اللي هو الدور العاشر اللي قلناه في الأول، عشان تصادف صدفة من أكبر الصدف اللي ممكن تحصل في التاريخ كله، وهي إن الرصاصة اللي ضربها أبوه من المسدس اللي هي كانت الرصاصة اللي رونالد سبق وحطها بنفسه جوه المسدس هي نفسها الرصاصة اللي تخرج من الشباك وتصيب رونالد اللي بينتحر في نفس الوقت. وبكده يبقى القاتل والقتيل هما نفس الشخص وفي نفس الوقت، واتقفلت القضية على انها انتحار
واتحطت دي في أغرب القضايا على مستوى العالم اللي ممكن ما تتكررش مرة تانية في العالم. يا ترى في حد فيكم عنده تفسير للي حصل ده غير اللي أنا قلته في الأول، وهي إن عدالة السماء؟ أظن مفيش. يا ريت اللي عنده أي حكايات تخص القضية دي أو أي قضايا تانية غامضة وغريبة بالشكل ده يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح برضه يسيبه هناك، وأكيد هشوفه وأرد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على أي منصة تانية هتلاقوا اللينك في أول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم، وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير. استنوني. رامز عادل، المغبى أنجي.